أهلا بكم. وفاة فنان شهير توفي منذ قليل على مائدة الرحمن. كل الوسط الفني تخلى عنه خلال الفترة الأخيرة، وحالته الصحية تدهورت بسبب عدم الاهتمام والرعاية الصحية. لجأ كذا مرة لكذا عمل وكذا شغل، وطلب من فنانين كبار إنهم يدمجوه معاهم في أعمالهم حتى لو دور صغير، بس يلاقي أي فلوس يصرف منها. وكمان قال على الوسط الفني ان هو وسط عفن الا من رحم ربي، وان انا ندمان ان انا دخلت هذا الوسط، لاني لو كنت اشتغلت اي شغلانة في الدنيا كان هيبقى ليا معاش او ليا ناس بتسأل عليا، بدل ما انا حسيت حياتي في الفترة الاخيرة ما كانش ليها اي لازمة. مين هو الفنان ومين هي زوجته؟ ايه هي الوصية الخاصة بيه؟ ايه هي اللحظات الأخيرة؟ يا ترى فعلا وجدوه موجود على احدى موائد الرحمن في الشوارع وفعلا ما كانش في حد بيسأل عليه؟ هنعرف كل التفاصيل الآن. هذا الفنان اتولد يوم 18 مايو 1954 وتوفي اليوم 16 مارس 2024. اشتغل شغل كتير في البداية، من سواء في المسرح أو في التلفزيون، وهو ممثل مسرحي وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وعضو فعال بالمسرح القومي المصري. ولكن ده كان بقاله فترة. بعد كده الفترة الأخيرة تعب جدا، وكمان ما كانش في حد بيسأل عليه، وما كانش معاه فلوس تماما إن هو يروح للأطباء والحاجات دي. يقال بعض الناس إن هم لقيوه على موائد الرحمن، ولكن الحقيقة إن هو توفي في أحد المساجد أثناء قيامه بصلاة العصر. يعني سبحان الله على حسن الختام، مفيش أفضل من كده، وإن محدش سأل عليه من الفنانين أو إن هو ما كملش في هذا المجال. سبحان الله، ربنا وعده بحسن ختام إن هو توفي داخل أحد المساجد، وكمان أثناء وضوءه لصلاة العصر. لقيوه طبعا وحاولوا يفوقوه، بعد كده أخدوه للمستشفى، ولكن كان لفظ أنفاسه الأخيرة. في أحد التصريحات ليه إن هو ندم إن هو دخل الوسط الفني بسبب إنهم بيهتموا بالطاقم الأول أو نجوم الصف الأول، أي حد تاني بيقولوا عليه مجرد كومبارس. هذا الفنان من مواليد كفر البطيخ بمحافظة دمياط. زي ما قلنا هو ممثل مسرحي خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وعضو فعال بالمسرح القومي المصري. بدأ نشاطه الفني في النصف الثاني من السبعينات، وعمل بالتلفزيون سواء أفلام ومسلسلات وسهرات كتيرة. ومن أهم أعماله التلفزيونية مسلسل أفواه وأرانب 1978. ومش بس كده، هو طبعا اشتغل أعمال تانية كتيرة زي العائلة 1994، وحاجات تانية في المسرح اللي هو الملك لير 2001. لكن شفناه في معظم الوقت في أدوار رجل المقاومة، زي فيلم الطريق إلى إيلات 1993 والذي أنتجه التلفزيون. عايزة أقول لكم إن هو رحل من اليوم طبعا، وتم تشييع الجثمان بالفعل. وسبحان الله كان متواجد نقيب المهن التلفزيونية أشرف زكي. هذا الفنان هو الفنان فاروق عيطة. الفنان فاروق عيطة رحمه الله، توفي في هذه الأيام المباركة، رحمة الله عليه، ادعوا له بالرحمة.